5 حاجات ما ينفعش تعمليهم قبل فرحك عشان يومك ما يبص. اول حاجه ما تعمليش تبييض اسنان قبل الفرح على طول، سنانك هتوجعك، هيجيلك صداع، هتنزل دم، وهتبوظ على نفسك يوم الفرح وبعد الفرح كمان. اقل حاجه تعمليها قبلها بشهر ونص. تاني حاجه بلاش تحطي اي منتج جديد او اول مره تجربيه على بشرتك، ممكن يطلع لك حبوب او حساسيه ومش هيبقى في وقت انك انت تعالجيها. تالت حاجه اعملي تنظيف بشره عميق، بس تعمليه قبلها ب 10 ايام او 15 يوم، ما تعملوش قبل الفرح على طول علشان هيطلع لك حبوب برضو وهتبقى النتيجه مش هتبقى حلوه ومش هتلحقي انك انت تعالجيها. رابع حاجه اوعي تعملي ماسكات طبيعيه او تحطي ماسكات ومنتجات جديده على بشرتك لو مش مجربوها قبل كده، خاصه في الاسبوع الاخير. خامس حاجه واهم حاجه بلاش تقشير البشره قبل الفرح حتى لو باسبوعين، اعمليها قبليها بشهر ونص علشان التقشير ممكن يسبب بشرتك يخليها ملتهبه او تفضل تقشر حتى لحد يوم الفرح، فانت ادي لنفسك مهله في الحته دي. كل النصايح بالتفاصيل والغلطات اللي وقعت فيها هتلاقيها في الفيديو الكامل على القناه، اللينك في الديسكريبشن. وما تنسيش تعملي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه عشان يوصل كل جديد، ومستنياكي في الكومنتات تقولي لي ايه الحاجات اللي انت غلطتي فيها او ايه الحاجات اللي انت كنت هتغلطي فيها.